السلام عليكم الاخوت، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. جيت لكم عاوتاني فيديو جديد. اليوم غنناقشوا المنتخب والمباراه ديال المنتخب ديال المغرب مع كرواتيا، ونشوفوا نناقشوا الحظوظ ديالنا في هذه المجموعه. زعما واش ان شاء الله نقدروا ندوزوا هادشي اللي نتمناوه، ولا الحظوظ ديالنا زعما قليله فيما يخص زعما ندوزوا للدور الثاني من كاس العالم ديال قطر 2022. قبل ما تنساش ليا لايك سبسكرايب، مهمين بزاف، وعلى بركه الله نبداو في الفيديو ديالنا. المهم البارح كما تفرجتوا كاملين وكما تفرجوا المغاربه كاملين في الماتش ديال المغرب وكرواتيا، كان الماتش شويه ما بيش يعني ماشي عاوتاني شي ماتش واو اللي تحس بداك الحماس. وهذا غالبيه ديال الاوقات ديال الماتش كتحس بواحد البرود كروي، يعني ما كايناش الكره ما كدورش كما يجب. يعني الفرق بحال الا قلتي داخلين باش يتعادلوا، ماشي داخلين باش يفرط كل واحد راسو ولا باش يماركي. وبزاف المغرب كتحس به داخل باش يتعادل، ما دارش داك الضغط العالي على الكره ولا دوك الهجمات زعما اللي مكتفه. اكتفى بالدفاع تقريبا، وكيستغل غا الهجمات المرتده باش الا قدر زعما يماركي الكرواتيا. مهم مورا هذا الماتش ديال كرواتيا والمغرب اللي سلب التعادل السلبي 0-0، تفرجنا في الماتش ديال كندا وبلجيكا. والاغلبيتنا دابا تفرج في هذا الماتش باش يعرف المستوى ديال هذه المنتخبات، باعتبارها هي اللي غتكون منافسه ديالنا في الادوار القادمه ولا في الماتشات القادمه، باش ان شاء الله ندوزوا للدور الثاني من هذه المسابقه ان شاء الله الى كتاب. بلجيكا اصلا كنا كنعرفوها علاش قاده، ولكن كان عندنا فضول باش نعرفوا كندا شنو غدير في هذا الماتش. وفي النظر ديالي انايا باللي كندا واخا خسرات قدام بلجيكا، راه ما كانتش عيانه ولا ما كانتش زعما ديك الفرقه الضعيفه، داك المنتخب الضعيف. يعني دورات كره ولعبات وهددات الشبكه ديال بلجيكا، ولكن كره الزهر ما كتبش ليها تربح. وكان الريتم ديال الماتش بصفه عامه واحد الريتم طالع بزاف، يعني كتشوف 90 دقيقه كامله تقريبا الكره ما كتسقاش، طلع هبط. يعني الكره تقريبا اغلبيه الوقت ما كدورش وسط التيران، يعني كاينه يا اما في مناطق ديال بلجيكا ولا في المناطق ديال كندا، عكس الماتش ديالنا حنا مع كرواتيا. تما فين استنتجت واحد الاستنتاج انه كرواتيا اصلا ملي دخلات الماتش مع المغاربه دخلات بنيه تخرج بالتعادل باش توفر من المجهود البدني ديالها باش تمشي مع بلجيكا. تقدر ديك الساعات تجاري بلجيكا في اسوأ الحالات تعادل معها الا ما ربحاتش، وديك الساعات تزرب على كندا. هذا هو التفكير ديال كرواتيا، نفس التفكير ديالنا حتى حنايا. ولكن حنايا دابا المنافسه القادمه ولا الماتش القادم ديالنا مع بلجيكا غيكون قاصح بزاف. حنا هي تقريبا الحلقه الثانيه الضعيفه في هذه المجموعه، لحقاش دابا الليدر ديال المجموعه ديالنا حنايا تقريبا على الورق هو بلجيكا، وكاينه كرواتيا موراها، كيجي عاوتاني المغرب عاد كندا. يعني دابا بلجيكا غتطمع فينا حنايا باش تغلبنا باش تولي عندها 6 ديال النقاط وتدوز لكرواتيا في الماتش الاخر. الا تعادلات معها غالبا غدوز، لحقاش دابا هي كندا ب0 نقطه والمغرب وكرواتيا بنقطه وبلجيكا ب3 نقاط. يعني هي بلجيكا دابا ما غاديش خاطر براسها باش تعادل معانا وما تعرفش شنو غتجيب لها الوقت ولا شنو غيكون في ماتش ديال كرواتيا. يعني هي بغات دابا دير 3 نقاط في جيبها ديال الماتش ديال المنتخب ملي تلعب مع المنتخب ديالنا ديال المغرب. المهم الخوت هذا هو اللي كاين في هذا لا فيديو، ما بغيتش نطول عليكم اكثر. قولوا لي اراء ديالكم وقولوا لي زعما شنو كتوقعوا غيوقع في هذه الماتشات، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. ما تنساوش ليا لايك سبسكرايب الا نسيتوها، ونشوفكم في فيديوهات ماجين ان شاء الله. تهلاو في راسكم، تبارك الله عليكم.